سمعوني مزيان يا اخواني اخوتي، شنو غادي نناقش معكم؟ بغيت نسولكم سؤال واحد: واش فعلا المنتخب المغربي كان كيحلم بالمستحيل قدام فرنسا؟ واش فعلا ما كناش قادرين اننا نتجاوزوا فرنسا، نتجاوزوا هذا المنتخب اللي كيقولوا انه مرعب؟ وبطبيعه الحال شفنا فرنسا، شفنا اسبانيا كيفاش انها تسيدت المباراه، وكيفاش انها حطمت الامال ديال فرنسا. ولا حنا بطبيعه الحال كنغالطوا راسنا خايفين من والو. المدرب ديالنا وهبي كان كيترعد من فرنسا. فاليوم يا اخواني غنحلوا هذا الشيء ماشي بالعاطفه، ولكن بالمنطق ديال كره القدم. وبلاتي اخواني اخواتي ماشي غير هذا الشيء، واش بونو قريب انه يودع الهلال؟ واش غادي يعتزل ولا غادي ينتقل؟ وامير ريتشارسون فين غادي؟ بطبيعه الحال فكاس ديال القهوه يا اخواني ديالك حط وحدك، وخليونا ندخلوا في بطبيعه الحال الملفات كامله باش غادي نعرفوا هذا الشيء بواحد الطريقه اللي ما كتعتبرش ان اخبار. انا كيعجبني نهضر بهذه الطريقه. يلا يا اخواني اخواتي نبداو بالزلزال اخواني اللي وقع. كلنا شفنا الاقصاء قدام فرنسا في الربع النهائي، والقلب تحرق لنا بطبيعه الحال. كاملين المغاربه ما حملوش هذا الموقف، خصوصا اننا المونديال السابق وصلنا للدومي فينال. ولكن دابا خرج محمد وهبي الناخب الوطني المغربي وبدا كيشرح لنا الامور بوضوح. بصراحه يا اخواني اخواتي وهبي كان واقعي في الكلام ديالو، قال باللي الامكانيات واللاعبين اللي عند فرنسا ماشي هما اللي عندنا، وفارق المستوى هو اللي حسم الماتش. فشي وحدين اخواني اخواتي في المواقع بداو كيقلبوا على تخراج العينين، ولكن منين كتسمع التحليل ديالو كتفهم باللي كاين واقع رياضي خاصنا نقبلوه. وكتسمعوا بحال نقدروا نقولوا بانه كيقنعنا صراحه، حيت اللاعبين ديالنا ماشي بحال فرنسا. لا جينا نقولوا اللاعبين ديال المنتخب الفرنسي، راه عندك ديمبيلي، عندك مبابي، عندك اوليسي، راه النجوم يا اخواني اخواتي، راه النجوم ديال العالم. ولكن منك كتسمع بان الركراكي ما كان كيخاف من حتى شي فريق ولا حتى شي منتخب، وكيقول لي جا بسم الله. فاخواني اخواتي هنا كتقول بان الكره راها جماعيه، وكيرجع لك العقل ديالك وكتقول بان الكره ما يمكنش انها تربح فقط باللاعبين. هذا الشيء اللي اظهرته اسبانيا وبطبيعه الحال بالدليل. بالنسبه لهذيك اللقطه ديال التاخر ديال العوده لمستودع الملابس اللي دارت واحد الضجه كبيره وكبيره بزاف، فوهبي وضح باللي راه مجرد تنظيم. فالملاعب في الميريكان كبار بزاف والمسافه راه طويله، يعني ما كاين لا مؤامره لا حتى شي حاجه، غير مشكل لوجيستيكي. وحتى على سفيان امرابط وهبي نفى اي خلاف عليه، وهذا الشيء كامل غير اشاعات فاشله. هادشي اللي كيقول هو على حسب الاقوال ديالو، وبطبيعه الحال حنا كنعترفوا بهذا الشيء حيت الناس بداو كيقولوا باللي القضيه فيها كولسه، القضيه فيها مؤامره. فهذا الشيء كيقول وهبي بانه لا اساس له من الصحه. دابا نمشيو لواحد الموضوع اللي شاعل الدنيا كامله في السعوديه، هو العملاق ياسين بونو. العملاق اخواني اخواتي، وملي كتقول العملاق فراه ماشي كتفنى وانما حقيقه اخواني. واش فعلا غادي يرحل؟ فالصحافه الايطاليه والتركيه كيتكلموا على اهتمام ديال يوفنتوس وفان راباخشا يا اخواني، جوج ديال الفرق عالميين. فشوفوا يا اخواني اخواتي باش نكون واضح معكم، فالجمهور ديال الهلال راه مقسوم لجوج. ناس كيقولوا بونو بطبيعه الحال ما يمكنش اننا نقيسوه، ما يتمسش اخواني، ما نمسوش. هذا هو صمام الامان بالنسبه لنا. وناس اخرين من باب الواقعيه الماليه كيقولوا باللي الا بعناه دابا فممكن ان ندخلوا مبلغ كبير يحل مشاكل ديال الفريق في السوق، بحكم ان بونو حاليا فعليه الطلب من بعد داكشي اللي دار فالمونديال. انا كنقول بالنسبه ليا باللي بونو راه ماركه مسجله يا اخواني اخواتي، سواء هذا العام او العام الجاي. فهو القيمه ديالو كتكون ثابته. واش يوفنتوس اللي غتقدر انها تعوض الحارس ديالها بالقيمه ديال ياسين بونو؟ بطبيعه الحال هذه وجهه نظر في السوق، ولكن بونو راه ماشي غير حارس، هو روح ديال الفريق. فانتم يا اخواني اخواتي شنو اللي بان لكم؟ واش يبيعوه اللاعبين ديال، واش يبيعوه المستثمرين ديال فريق الهلال ويستافدوا ماليا، ولا يحافظوا على الهيبه ديال الحارس ديالهم؟ فخلونا نناقشوا هذا الشيء في التعاليق. والسلام عليكم.